السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن عفله، طالب في الفرقة التانية كلية الطب البشري. بما إن فترة المراجعة هي أهم فترة ووقتك دلوقتي من دهب، فأنا مش هطول عليك في الفيديو ده. هنتكلم عن 4 حاجات. إيه هي الكتب اللي بيجي منها أفكار شبه أفكار آخر السنة أو امتحان آخر السنة، يعني تجيب كام كتاب، وإيه الكتب اللي ما تجيبهاش، وإيه الغلطة اللي أنا عملتها ما انصحكش أبدا إن أنت تعملها علشان ندمت عليها. يلا بينا نبدأ الفيديو. طيب، تجيب كام كتاب؟ هو الكتب ممكن تحل من كتاب ل2. ليه بقى؟ محدش يقول ده انا في فترة مراجعة وان انا هحتاج وانا ثانوية عامة بقى وهحتاج كتب كتير والكلام ده. هتركنها، تمام؟ لو جبت كتب كتير هتركنها، فكتاب 1 أو 2 كويسين جدا جدا جنب المذكرة بتاعت المستر اللي انت بتتابع معاه. تمام؟ عندك، خلينا نبدأ بالعربي. العربي انا كنت جايب كتاب كيان. كتاب كيان كان ممتاز جنب طبعا المذكرة بتاعة العربي. هو في المراجعة انا كنت براجع مع مستر محمد صلاح، فبصراحة كان ظابط لنا الدنيا من حيث الأسئلة ومن حيث المراجعة والشرح وكل حاجة، كل حاجة كانت تمام، فما احتجتش ان انا اجيب كتاب تاني، هو كتاب كيان بس. طيب، هو بالنسبة للإنجليش فهو فيه 4 كتب. ال4 كتب أحلى من بعض، يعني مش هقدر أقول لك بصراحة، مش هقدر أقول لك ده أفضل من ده أو ده أفضل من ده. كان في جيم، في المعاصر، في ماي نيو فريند، وفي جاينت او العمالقه. انا مش عارف هو انتوا تعرفوا الكتاب ده ولا لا، بس ساعتها انا كنت اول مره اعرفه، وبصراحه جبت الكتاب ما حلتهوش. انا جبته ورجعته تاني علشان كنت معتمد على كتاب المستر، فجبت ماي نيو فريند. وكتاب المستر ده احنا حلينا فيه تقريبا حوالي 10000 سؤال في المراجعه، اسئله لون جمان وبنك اسئله واسئله كتير جدا جدا جدا، فما سابنيش بصراحه. فأي حاجة من ال4 دول فهم كويسين جدا وكافيين. طيب، بعد كده عندك كتاب الكيمياء. كتاب الكيمياء برضو كنت جايب كتاب 1 وهو كتاب الامتحان. تقريبا كتاب الامتحان ده أساسي في أغلب المواد، مش هنقول في كلها بس هو أساسي. تمام؟ أنا كنت جايب كتاب 1 برضو لأن أنا ساعتها حليت فوق 10000 سؤال، فأنا لو جبت كتاب تاني كان هيتركن. تمام؟ ما كنتش هفتحه. طيب، كنت جايب كتاب الامتحان. طيب، بالنسبة بقى لكتاب الأحياء، في كتاب الأحياء أنا كنت جايب كتابين، كتاب الامتحان وكتاب النفيس. كتاب النفيس يا جماعة كان تحفة بقى. ليه بقى؟ تيجي تبص على أسئلة امتحانات السنين اللي فاتت تلاقي أغلبها صور. كتاب النفيس بقى كان منفرد بالموضوع ده. طيب، الغلطة بقى اللي ما تعملهاش زي كده علشان ندمت عليها، ان انا رحت جبت كتب كتير. انا ما كنتش اعرف ان المدرس الفلاني هيحل مثلا 10000 سؤال والمدرس ده انا مش عارف وما سألتش بصراحة، فلقيت نفسي جايب كتب كتير اتدبست فيها، وفي الاخر ما حلتش غير برضو كتاب 1 أو 2 والباقي انا ما لحقتش. نصيحة برضو يا جماعة، بالنسبة للكيمياء ركزوا على العضوية. نص امتحان الكيمياء بيبقى عضوية، تمام؟ بس انتوا خدوها، يعني الفيزياء والكيمياء دي عايزة المراجعة بتاعتها تبقى كده زي اللعبة، يعني انت بتسمي مركب، ما تاخدش الموضوع بقى كأنه سؤال بقى وتفكير عميق بقى والجو ده، لا، خده كأنه لعبة كده، استلطف المادة. تمام؟ انا عارف ان هي كده مش لطيفة، بس يعني ايه، علشان تمشي الدنيا شوية. معلش يا شباب الكاميرا فصلت وانا بسجل. طيب، عندنا في الفيزياء نجيب ايه؟ نجيب الامتحان ونجيب كتاب نيوتن. ليه بقى؟ كتاب الامتحان هو افضل، يعني انصحك تحل الاول كتاب الامتحان، لان كتاب الامتحان كان متدرج في الصعوبة، يعني كان عامل لك مستوى اول ومستوى تاني ومستوى تالت، يعني متدرج في الصعوبة. لكن كتاب نيوتن تدخل تلاقي مسائل كبيرة على طول. تمام؟ طيب، ما تجيبش كتاب الوسام. كتاب الوسام اللي هو المؤلف بتاعه استاذ احمد بركة. ليه بقى؟ لان الافكار اللي موجودة في كتاب الامتحان واللي موجودة في كتاب نيوتن هي نفسها اللي موجودة في كتاب الوسام. طيب، ايه الزياده بقى؟ الحاجات الزياده اللي في كتاب الوسام مش مطالب انت بيها اصلا كطالب ثانويه عامه، تمام؟ وصعبه جدا، فهتعقدك اصلا، يعني هتعقدك في الدراسه وتحس ان انت مش مذاكر اي حاجه، فما تجيبوش افضل. تمام؟ يبقى انت عندك كده في العربي كتاب كيان وكتاب الامتحان. في الكيمياء عندك 3 كتب، ال3 احسن من بعض. عندك الامتحان واي كتاب من الاثنين اللي انا هقولهم دول، مندليف والايزو، اي كتاب منهم بجانب كتاب الامتحان ده في حالة ان انت عايز تجيب كتابين يعني. تمام؟ عندك في الفيزياء قلنا الامتحان ونيوتن. في الاحياء الامتحان وفي التفوق كويس برضو، بس انا جبت النفيس. تمام؟ في النفيس برضو كويس. يبقى كده عندك في الانجليزي كمان ماي نيو فريند، جاينت، المعاصر، جيم. بس كده، لو وصلت لحد هنا فانا حابب اشكرك جدا،
وببقى فرحان جدا 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 بالتعليقات اللي انتوا بتعملوها، ولو عندك اي سؤال برضو اكتبه في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. بس لو حابين المحتوى ده يا ريت تشجعوني بسبسكرايب ولايك للفيديو علشان نستمر في تقديم فيديوهات اكتر واكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.